أهلا وسهلا فيكم حبايبي، وإن شاء الله تكونوا بألف صحة وبألف خير. اليوم رح نعمل مع بعض وصفة حلوة. رح نعمل أزكى صينية كنافة بالقشطة. زي ما انتوا شايفين معايا هنا شكلها تحفة. وهلأ لما أقطعها وتشوفي كمية القشطة اللي أنا عاملاها وكيف الطبقات كلها متجانسة مع بعض، رح تعرفوا قديش الطعم كان زاكي. أنا هنا بحاول أقطعها عشان ما أخربش شكل القطعة. طلعوا كيف، وطلعوا كيف القشطة معي ماسكة. هلا ان شاء الله رح نعملها مع بعض، رح اقولكم المقادير بالضبط. وقطرها كان خفيف وسكرها حلو، يعني ما كانتش تقيلة، وبالعكس كانت كتير كتير زاكية. وانا حبيت ازينها بالمكسرات اللي كانت متوفرة عندي. وهنا زدت هو من شوية الناحية عسل التانية عشان يبقى للي شايف حبها انها تبقى حلوة زيادة. ضفت عسل على الوجه تبعها. بس هي كان حلاها ممتاز. بس هنا زيادة للي بحب تكون الحلويات يعني سكرها زيادة. كانت كتير كتير زاكية، وإن شاء الله هلأ بقولكم الخطوات بباقي الفيديو. بس من شكلها كان طعمها تحفة تحفة. راح نحتاج إن شاء الله، هذه كانت كيلو كنافة شعر أنا جبتها زي ما انتم شايفين هنا. عندي هذا النشا راح أحتاجه لما أعمل القشطة. هنا عندي الكنافة الشعر، هذه كانت كيلو. وعندي هنا حليب أنا كنت غلياه عشان القشطة تطلع منه. وطبعا الكبة اللي انا راح افرم فيها ايه الكنافة. وهذه السمنة الحلوب، طبعا احلى نوع سمنة ممكن تستخدميه للحلويات هو السمنة البقرة الحلوب. وهلأ راح نبدأ بالخطوات. عندي الكبة هاي راح احط فيها الكنافة وعشان تتفرم معاكي كويس خلي الكنافة في الفريزر، يعني تتفرم وهي باردة راح تديكي افضل نتيجة. عشان انا بدي الشعر تكون يعني مفتفت على الاخر. زي ما انتم شايفين بالشكل هذا بقطعها بالسكينة، بحطها بالكبة وراح افرمها لحد لما تنعم معي على الاخر. وهذا اول خطوة انا بعملها. هاي الكبة كمان كتير ريحتني لأنه فيها تلف اسنان. حد يعني الاسنان تبعتها فبتنجز بالوقت أسرع. زي ما انتم شايفين هنا راح أحطها في البولة. شوفوا كيف معي الكنافة صارت ناعمة ناعمة. وهو هذا القوام اللي أنا عايزاه. يعني الشعر الطويل هذا أنا مش عايزة، راح أرفعه على جانب وتطلعوا كيف أنا بدي يكون الطول تبعها بالشكل هذا. راح نكمل باقي الكيلو الكنافة بانه انا افرمها بالكبة. لو ما عندكيش الكبة ممكن عادي تعمليها بايدك، ضلك تفركي فيها بايدك وبتضل هي تنعم معاكي. بس نصل للقوام اللي انا عايزاه راح اخد شوية سمنة واسيحها، عشان انا بدي اياها سائلة تقدح معايا في الكنافة. زي ما انتم شايفين هيك انا هلأ بفرك كل السمنة بالكنافة عشان تطرى معي. كل انواع الحلويات اللي بتحبي تعمليها في البيت سواء من كنافة او من كعك او اشياء زي هيك، افضل اشي انك تستخدمي نوع سمنة كويس مش الزيت، لانه الزيت راح ينشف لك الحلويات اللي انت بتعمليها. عشان تكون عندك طريقة وطعمها زاكي لازم تعمليها بسمنة نوعها كويس. بعد ما ضفت هنا عندي كل كمية السمنة، هلا راح اضيف القطر. راح يخليها متماسكة معي اكتر. واذا بتحبي لونها يبقى قالب على اورنج لون الكنافة، ممكن تجيبي صبغة الاكل وتحطي نقطتين من اللون الاورنج وراح يديكي لونها تبقى اغمق. هلا البايركس انا راح اشتغل فيه دهنته سمنه كميه كويسه، غطيته كتير منيح. عشان هي الكنافه هاي بدها سمنه قد ما تقدري حطي عشان تطلع طريه وما تنشفش معاكي ويضل طعمها زاكي. وراح نفرد اول طبقه انا راح اعملها تلت وتلتين. التلتين راح يكونوا تحت والتلت راح ارشها من فوق. اول اشي بكتر الكنافة من تحت وبعملها بنظام، مش اني انا اكبسها من الاول، لا. اول اشي بضمن اني اوزعها متساوية بجميع الاطراف، وبعدين ببلش ادقدقها جوا البايركس اللي انا هستخدمه او الصينية اللي انا حابة اعمل فيها. حطيت ورقة الزبدة علشان شعر الكنافة ما يطلعش معي على الطبق وفي الايد، لا، يترتب معي بشكل كتير كويس. وزي ما انتم شايفين انا فردت اطراف الصينية بالكنافة عشان تحتوي القشطة اللي انا راح اضيفها، يعني تكون عاملة زي طبقة تمسك المهلبية او القشطة اللي انا هلأ راح اعملها. القشطة اللي انا هعملها راح اعملها من حليب جاموسي. انا كنت غلياه قبل بيوم وحطاه في التلاجة عشان القشطة تبعته تطلع. هلا انا قاعدة بدوب القشطة تبعته وراح اضيف عليها. هنا كان نص لتر حليب، راح اضيف عليه 3 معالق نشا، 3 معالق سكر، وحبة وشوية
مستكة، هذه حسب الرغبة إذا بتحبوا أو لا. ممكن نضيف فيه مثلا ممكن تضيف فيه برضو جوز هند، ممكن تضيف فيه ماء ورد، ماء زهر اللي انت بتحبيه، بس أنا حطيت حبة مستكة صغيرة بس. وراح احط النشا واخليها تغلي على النار. اول ما تصل لقوام جامد ماسك شويه راح اطفي عليها، بكون وصلت للقوام اللي انا عايزاه. لو حابه تضيفي على هذا الخليط علبه قشطه من الجاهزين برضو ضيفي، بس انا بالاساس كان عندي قشطه في الحليب. بستمر بالتقليب على البارد، بحط النشا، بحط كل اشي انا عايزاه على البارد. في اي نوع مهلبية هتعمليها دايما اشتغلي على البارد لما تحطي النشا عشان ما يكتول معاكي. هلا انا عملتها على النار لحد لما وصلت لهذا القوام زي ما انتم شايفين، القوام اللي تقيل اللي هو مش انه جامد كتير ولا سائل، لا هيك قوام متماسك زي ما انتم شايفين عندي هنا. راح اضيف بالتدريج مش مرة واحدة عشان ما اخربش الكنافة من تحت، راح اضيف شوي شوي وبالتدريج. ممكن اسيبها تبرد شوي، بس انا هنا كنت مستعجلة فحطيتها على طول. بس مش راح احط الطبقة التانية الا لما وجه القشطة عندي او المهلبية اللي انا عملتها ينشف. وراح اختبرها هلا، راح اسيبها شوية وقت. اول ما يكون الوجه تبع المهلبية ناشف راح اضيف باقي الطبقة التانية. طلع هنا انا بختبرها باصبعي، كانت ممتازة وما لزقش اشي في ايدي. هيك اتأكدت انه طبقة الوش المهلبية نشف. وراح انزل عليه بالجزء التاني من الكنافة. وزي ما قلت لكم اول ما بتبدوا تحطوها بتحطوها شوي شوي مش بتكبسوها، عشان نوزعها بشكل متساوي، ما تبقاش مناطق فيها كمية كنافة أكتر من المناطق التانية، عشان أوزعها وأضمن إنه هي مستوى كلها واحد. بس أفردها بالشكل هذا. هلأ ببلش أملسها، برجع بحط ورقة الزبدة وببلش أسمدها هيك أو أسويها بإيدي على الآخر، وبالراحة طبطبة عشان إحنا هلأ في تحتيها طبقة الحشوة شوي شوي، وبلم الأطراف كلها. وبهلأ راح أحطها بالفرن. انا عندي هيك بكون حاميه الفرن مدفيها شويه عشان احطها فيها. ما تحطيهاش على اخر رف عشان ما تتحرقش معك على طول، خليها على درجه متوسطه على درجه حراره 160 انا حطيتها. هلا راح ابلش هيك اطبطب عليها شوي شوي، وراح اضيف لها سمنه على الوجه عشان تستوي وتتحمر معي كتير منيح. طبعا بننظف الاطراف عشان ما تلزقش، او مثلا تستوي مناطق وتضل لازقه على طرف البايركس او صينيه التقديم، خصوصا اذا انت هتقدمي فيها. زي ما انتم شايفين كده بحط شوية سمنة برضو على الوجه قبل ما ادخلها الفرن. خليتها بشكل متوسط وحطيتها على درجة الحرارة زي ما انتم شايفين معايا، وهو نفس المستوى هذا. انا حمرت اول شي، شغلت الفرن من تحت، ولما استوت شغلت الدفاية، وبتعرفي انها استوت الاطراف تبع الصينية صارت معك بهذا اللون شقرة. ساعتها بنطفي النار وبنتأكد انه هي صارت لونها كويس واستوت معايا. وهي ما بتاخدش وقت كتير، يعني بالكتير 10 دقايق. راح اضيف القطر. هلا اول ما بتطلع عندي لازم اضيف القطر. لو كان القطر، لو كانت الصينية عندي باردة راح اضيف القطر سخن، ولو كانت صينية الكنافة سخنة راح يكون القطر بارد. انا عملت القطر وحطيته في التلاجة من قبل بيوم عشان يكون بارد زي ما انتم شايفين هيك. وبلش اضيف شوي شوي، وبنصحكم ما تكتروش كتير قطر. ساعة الاكل ممكن تضيفوا عسل او تضيفوا قطر مرة تانية لو في حبيتوا تزيدوا. هلا انا راح استخدم او راح ازينها باللوز وعين الجمل. هي هذه المكسرات اللي كانت متوفرة عندي وانا بعمل الكنافة. فبتقدري تطحنيهم، تحطيهم مطحونين على الوجه، او تصفتيهم هيك حبات على حسب رغبتك وكيف بتحبي تقدمي صينية الكنافة. ممكن ما تحطيش مكسرات بالمرة حسب الرغبة يعني. لو عندك فستق حلبي برضو ممكن تحطي، بس انا ما كانش عندي فحطيت لوز وعين جمل. وطبعا بترجع قصة التقديم، ممكن نحط تعملي كريمة، تحطي على الوجه شوية كريمة، او مثلا قطع قشطة، او اي نوع بتحبي تعملي فيه التشكيلة الزينة تاعت الكنافة. او ممكن تتقدم سادة زي ما هي، طعمها اساسا زاكي مش محتاج اي زيادات. وبهيك بنكون وصلنا لاخر الوصفة تبعتنا. ان شاء الله تكون عجبتكم والخطوات سهلة وواضحة معاكم. واذا في اي سؤال او اي اشي حابين تعرفوه بالنسبة لنوع الكنافة او اي نوع حلويات تاني، ممكن تكتبوا لي السؤال بالتعليقات وانا رح ارد عليكم على طول.
ولو في نوع معين بتحبوا اعملكم اياه من الحلويات برضو اكتبوا لي، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، ويلا سلام.